السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع، هو الموضوع ديال التدريب الفردي والأهمية ديالو في السباقات. وكما كتعرف بأن الهواية هذه يعني خاصنا ضروري يكون عندنا الحمام، يعني عنده واحد التركيز سريع وواحد التفكير يكون عنده سريع باش يجينا في أقرب وقت. وبصراحة الأهمية ديالو هي ضرورية بالنسبة لأن التدريب ضروري جدا بالنسبة للحمام، ولو تعطي الفيتامينات ولو تعطي أي شيء فضروري من التدريب. والأهمية كما قلت لكم ديال التدريب الفردي، وهي أننا كنخليو الحمام أنه يعتمد على راسو وكيفكر يعني في أسرع وقت اللي غادي يخليه يجي اللوفت ديالو أو السجنة ديالو. وكما كتلاحظوا بأن في بعض السباقات يعني كاين، غادي نوريكم وغادي نعطيكم بعض المواضيع، ان كتلاحظوا يعني في بعض السباقات ان كاين الحمام اللي كيتبع يعني مجموعه ديال الحمام، وكاين الحمام عاوتاني كيتبع مجموعه ديال الحمام ومن بعد كيخرج من هذيك المجموعه. حنا هذه كتسميوها لاماس. يعني كاين واحد الحمام اللي الا ما كانش مدرب فكيبقى يتبع غير اي مجموعه، وفهمتي، وما كيبقاش يفكر حتى علاش، حيت انه ما مدربش على انه يجي يعني يفكر لوحده ويركز بوحده. فلهذا ضروري بالنسبه للسباقات، يعني بصراحه هذه نصيحه يعني مهمه، ضروري اننا نركزوا على التدريب الفردي. لان بصراحه هذه القضيه هذه بصراحه من احد الاسباب التي كيضعف فيها الحمام. لان يعني لما كيكون شي سباق وكيتطلق الحمام، فكتلقى الحمام مثلا مجموعه ديال الحمام غاده، كاين اللي غاده لواحد الاتجاه، ولكن الحمام ديالك مثلا تابعها حيت هو مولف انه في التدريب ديالو، مولف انه يعني في التدريب كيتدرب مع واحد المجموعه، الور هو ديما كيبقى تابع هذيك المجموعه اللي كتبعدو على الاتجاه ديالو وكتبعدو على السجنه او اللوفت ديالو، وكتخليه يعني مشى ضيع الوقت بزاف. ولما يرجع كيلقى ان الوقت يعني مشى عليه، فبعض المرات كيضيع، وهذه من احد الاسباب اللي كيضيع فيها الحمام. وبصراحه انا كنفضل، يعني ماشي انا اللي كنفضل، ولكن البلجيكيين كاملين هم كاملين بصراحه كيركزوا على التدريب الفردي، لانهم كيعرفوه بان لان التدريب الفردي ضروري، لان لما يطلق الحمام من السباق فهو لما يخرج من القفص، يعني اول حاجه كيفكر فيها، ما كيفكر لا في المجموعه ولا مع من غادي يمشي ولا مع من غادي يجي، كيفكر انه يمشي ديريكت للوفت ديالو او السجنه ديالو. والتدريب الفردي بصراحه هو يعني خاصو شويه الصبر، لان بصراحه هو ماشي سهل. علاش؟ لان لما كتمشي تدرب الحمام ديالك فخاص ضروري تعطيه واحد 15 دقيقه ما بين حمامه وحمامه، لان الوقيته الحمامه الاولى اللي كتطلقها فخص واحد شويه ديال الوقت باش يلا تعرف اتجاه فين كاين، وباش يعني تعرف يعني اش من طريق غادي تشد. فلهذا كيكون ديما خصنا نخلي واحد الفرق ديال 15 دقيقه كل حمامه ما بين حمامه وحمامه. فلهذا بصراحه هو بصراحه خاصو شويه الصبر، لان البلجيكيين بصراحه هما من هذه الناحيه هذه يعني ما عندهم حتى شي مشكل، عندهم بصراحه الصبر بزاف، وممكن يبقى يعني يطلق في الحمام لمده 10 ساعات وهو ما عندوش مشكل. علاش؟ لانه خصو يوصل. لان بصراحه كما خص الجميع يعرف ان هذه الهوايه كتبغي شويه ديال الصبر، ضروري. الا ما كانش عندك الصبر فمن الاحسن ما تدخلش ليها بصراحه، لان خصك الصبر في كل اي حاجه خصك فيها الصبر ديالها. وهنايا يعني بالنسبه لهذا التدريب الفردي، فهو بصراحه يعني المزايا اللي فيه هو انك كتعرف اصلا على واش عندك الحمام مزيان ولا ما عندكش الحمام مزيان. من تدريب فردي كتعرف بانه واش عندك الحمام ولا ما عندكش الحمام. لما غير يعني تقوم بالتدريب الفردي، فإن فوا يعني مره غير إن فوا تطلق الحمامه ديالك وتجي الا جات بوحدها مثلا في واحد يعني غتكون باقا صغيره وجات، فعرف بان راه الحمامه راه تبارك الله راه مزيانه، يعني فكرت راسها وجات، ما يهمكش واخا تعطل، المهم انها فكرت وجات. يعني والمهم انها ما تبعد حتى شي مجموعه ديال الحمام، ما تبعد حتى شي حاجه اللي غادي تخليها تبعد على باش تفكر. وهنا كتبدا التربيه ديال ان الحمام كيبدا يربي المخ ديالو على التفكير بسرعه والتركيز، لانه كيشوف راسو بوحدو
الوغ خصو ضروري ما يمشي للسجنه ديالو او اللوفت ديالو. فهذا بصراحه انا كنصح به جميع الاخوان ان التدريب الفردي راه من احد اسباب النجاح في هذه الهوايه هذه. وخاص يعرف بعض الاخوان عاوتاني ان كاين بعض الهواة يعني كيشاركوا مثلا بعدد حمام كبير. يعني كتلقى مثلا بعض الهواة كيشارك ب 60 حمامه او 80 حمامه او 100 حمامه. هذه يعني هي بصراحه انا غادي نقول لكم لان هذا سر. هذه بصراحه خطه. هذه الخطه هي ماشي حرام وماشي عيب. لان علاش؟ لان هذه خطه كيستعملوها الهواة باش هذيك المجموعه اللي هذيك الحمام اللي غادي يسابقوا به انه كيجر معاهم الحمام الاخر. ولما كيجر معاهم الحمام الاخر هذاك الحمام الاخر كيضيع الوقت. ملي كيوصل الحمام ديال هذاك الهاوي اللي صافط 80 حمامه و 100 حمامه، ملي كيوصل الحمام ديالو كتلقاه ديما جار معاه حمام اخر. اذا شكون اللي رابح؟ هو اللي رابح، لانه هو جر مع الحمام والحمام اللي كان خاصو يمشي في واحد الاتجاه تبع الحمام ديالو. فلهذا انا كنركز عليك، انا كنصحكم نصيحه وبصراحه غادي نعاودها، راه ما كاينش ما احسن من التدريب الفردي. لان التدريب الفردي مهم جدا للحمام، ومنه كتعرف واش عندك الحمام مزيان، واش عندك احسن سلاله، واش يمكن لك تدخل السباقات ولا ما يمكنش لك تدخل السباقات. بالنسبه في وقت التدريب الفردي، اذا بديتي كتدرب الحمام ديالك اذا بديتي كتدرب الحمام على التدريب الفردي، الا ما رجعش كاد الحمام من الاحسن، لانه هناك بان خصك تعرف ان هذا الحمام ما صالحاش لك، وهناتك لا من الماكله ولا من الفيتامينات ولا من اي شيء. فهذه بصراحه احمد الله وشكره بانها ما رجعتش لك، لانها ما تعطيك حتى شي حاجه. والحمام لما يجي تدريب فردي، فاول مره راه غادي يدير يعني غادي يتعطل في الوقت، يعني غادي، والمره الثانيه راه غادي يبدا ينقص في الوقت، والمره الثالثه يعني كل ما كتدربوا كل ما هو كيبدا يركز اكثر وكيولي عنده تركيز اسرع. وديما واحد القضيه عاوتاني، وهي لما نبداو التدريب نبداو دائما من الاتجاه اللي كيجي منه اللي كيكونوا فيه يعني السباقات. يعني مثلا غادي الحمام ديال اللي غادي نسابقوا به غادي يجي مثلا من الجنوب، ديما التدريب يكون من هذه الجهه ديال الجنوب اللي كيجي منها الحمام السباقات، باش هذيك الساعه هو كيبدا يحفظ وكيبدا يعقل وكيبدا يعرف يعني اسرع طريق يجي ليها. هذا هو يعني الاهميه ديال التدريب الفردي. وميزه اخرى عاوتاني اللي فيه، وهو انه لما كيتعود انه يتريني بوحدو او التدريب الفردي، فهو لما كيخرج من القفص ما كيبقى واخا تبان لي مجموعه ما يمشيش عندها، صافي كيعرفوا انه خصو يمشي للسجنه ديالو او اللوفت ديالو باسرع وقت. فهذا كيخليك انك يعني تحصل على الحمام وتعرف بان واش عندك الحمام ولا ما عندكش الحمام. فلهذا انا كنصح جميع الاخوان، لا مبتدئين ولا اللي عندهم خبره ولا اي، التدريب الفردي ضروري منه وضروري من الصبر. راه خاصه لان التدريب الفردي راه ماشي ساهل. راه بصراحه الا دربتي غير 10 حمامات ولا 20 حمامه على التدريب الفردي، راه والله العظيم ان شاء الله غادي يكون فيهم النصيب. يعني هذه خذوها يعني كما بغيتوا. فلهذا فانا كنصح بالتدريب الفردي، يعني مهم جدا بالنسبه للحمام. وكما قلت لكم يعني ان في هذه يعني بعض الهواة كيستعملوها بصراحه خطه انهم كيديو 20 حمامه ولا 80 حمامه، باش اشنو الهدف من ديك 100 حمامه ولا 50 حمامه ولا 100 حمامه؟ الهدف منها هو انه كيجر مع الحمام الاخر، وهو الحمام اللي غادي به عنده فيه جوج حمامات اللي كيديكلاريو ليه. اذا هو اش كيدير؟ يعني كيصيفط هذاك 100 حمامه باش كيجر معاه الحمام الاخر، باش هو الحمام ديالو كيدخل هو الاول قبل منه. وهذه خطه كيستعملوها بعض الهواة. اما بصراحه حنا مثلا بلجيكا حنا يعني ممنوع انك تشارك يعني اكثر من 20 حمامه او 15 حمامه. يعني نهار تشارك ب 40 حمامه او 80 حمامه فما يخليوكش تشارك هنا بعدا بلجيكا. علاش؟ لان اغلبيه النوادي هنايا او اغلبيه ديال لي كلوب هنايا كيقمروا. اذا هما ملي كيقمروا ما خاصهمش شي واحد اللي يدير لهم هذاك لاماس ويجر لهم الحمام ديالهم. فلهذا بصراحه من احد الاشياء اللي
اللي خلات بصراحه البلجيكيين انهم يوصلوا وزعما يعني يحصلوا على سلالات جيده. فكما قلت لكم يعني في التدريب ممكن انك تعرف عندك واش عندك الحمام ولا ما عندكش الحمام. في التدريب ممكن تعرف هذا الشيء وتكون يقين منه بان واش عندي الحمام واش عندي لا راس ولا ما عنديش. وبدايه التدريب فكما قلت لكم هي كتبدا لما الحمام كيكمل الريش ديالو كامل وكيوصل لواحد المده ديال 3 شهور. من هنا كنبداو ندربوه. وطريقه التدريب هي اول مره لما نطلقوا الحمام اول تدريب نطلقوه جماعي. يعني لان الحمام باقي صغير نطلقوه جماعي. وانا كنفضل اننا نطلقوه مع الاناث. يعني بالنسبه للزغاليل او الفراخ بصراحه ديما نخليهم مع الاناث، لان الاناث بصراحه عندهم واحد الطاقه انهم كيطيروا اكثر من الذكور. فلهذا الاناث غادي يعودوا لك الحمام او دوك الفراخ انهم يطيروا اكثر ويبداو يطيروا يعني واحد المده يعني كبيره. يعني ممكن يطيروا لان الاناث كطير في واحد المده اكثر من ساعتين. فهما لما كيكونوا معاهم كيبداو يعودوهم على هذه الطريقه انهم يبداو يتدربوا على انهم يطيروا اكثر من ساعه. ولما يجي وقت التدريب اول تدريب يكون جماعي، ثاني تدريب يكون جماعي، ثالث تدريب يعني الاول والثاني يبدا من واحد 3 كيلومتر والتدريب الثاني 5 كيلومتر. لما نوصلوا للتدريب الثالث فهنا صافي، هنا خصنا نبداو التدريب الفردي. يعني غادي يكون على 10 كيلومتر، غادي نبداو على 10 20 30 40 50 على حسب المسافه اللي بغيتي نتايا. فهنا لما نديو الحمام التدريب في المره الثالثه غادي يكون فردي. وما بين الفرق ما بين الحمامه والحمامه تكون ما بين 10 دقائق الى 15 دقيقه باش هذيك الحمامه الاخرى تمشي ما تبقاش تبان وتطلق الاخرى. وكما قلت لكم هذا راه كيبغي الصبر، راه خاصكم تصبروا، راه لما صبرتوش راه ما عمركم غديروا شي حاجه. وحنا يعني خصنا ضروري من هذه القضيه اننا ننصحوا بها الاخوان المبتدئين، ضروري من الصبر. راه ما كانش الصبر ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. وهذه بصراحه يعني كنصح بها وكنتمنى ان شاء الله نكونوا يعني في حسن ظن الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.